السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت قبل النوم كل اللي بتهتمي بيه ان طفلك يتعشى ويخلص واجباته ويكون خلص كل حاجة علشان ينام، فانت كده بتراعيه وبتهتمي بيه. اما بقى لو عايزة تعرفي ازاي الوقت دوت يبقى وقت تربية، فانا هقولك لازم قبل ما ينام يكون مصلي العشاء، وهو بيتوضى لصلاة العشاء يكون غاسل أسنانه. لما يدخل على السرير لو احنا حفظنا قرآن أثناء النهار فنسمعه مرة قبل ما ننام. وممكن كمان نسمع حاجة من الحفظ القديم لينا بسرعة كده. هنعلمه آية الكرسي عشان تحفظه وهو نايم، وهنعرفه إن هي بتحفظه وهو نايم. وممكن نقول المعوذات، هنقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في أذكار كتير اللي قبل النوم، أبسطها عشان الطفل الصغير باسمك ربي نموت ونحيا. كمان ممكن نحكي معاه قصة قبل ما ينام. ويا سلام لما تكون قصة هادفة فعلا. ممكن نكلمه عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل مبسط على حسب سنه. ممكن نكلمه عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا أبو بكر الصديق، عشان نخلي عنده قدوة حسنة إن هو لما يكبر عايز يبقى حد كويس زي الناس دي رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتوا فعلا لو عايزين تربوا اولادكم وقت قبل النوم ده على قد ما انتوا مضغوطين فيه، لكن ممكن نحوله لاسلوب تربيه جميل جدا. لو عايزين تتفرجوا على الحلقه كلها بشكل مفصل هسيب لكم اللينك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.